كمان مهم جدا علشان تتخلص من الافكار السلبيه، هو في نوعين من التفكير. علشان اعرف انا بفكر بطريقه ايجابيه وبناءه او بفكر بطريقه سلبيه مهدره للطاقه او محبطه، المفروض اخد بالي كويس جدا لو التفكير اللي انا بفكره ده انا بفكر في حياتي في مستقبلي، بخطط، يعني تفكير بيبني خلايا مخي وبيشغلها ومخليني في طاقه ايجابيه ومخليني ان انا قادر اشتغل كويس جدا على نفسي مخليني ان انا انتج اكتر. لكن لو انا بفكر بطريقه انهكتني لدرجه ان انا مش قادر انام من كتر التفكير، ما هو انا لو ما نمتش من كتر التفكير ده تاثيره سلبي علينا جدا. يعني العقل اللاواعي لما انت بتيجي تفكر قبل النوم في المواقف الكتير اللي مضايقاك، فالعقل اللاواعي ما بينامش اصلا، وبالتالي انت بتصحى من النوم منهك جدا، فبتبقى تعبان وحاسس ان انت مش قادر ان انت تعمل اي حاجه في حياتك. فلو انت حاسس انك التفكير ارهقك واحبطك وحاسس ان انت منهك، مش قادر ان انت تنتج ولا قادر تمشي في التراك الصحيح، فلا، اقف وحاول ان انت تظبط التراك وتمشي في الطريق المظبوط. عايزه انبه لحاجه مهمه جدا. التفكير اللي انت بتفكره ده له تاثير كبير جدا وقوي جدا عليك. ازاي؟ انا دلوقتي بكلم نفسي كلمات ايجابيه: لا انا قوي، انا قدها، انا اقدر، لا انا حد محترم، انا شخص متميز. كل الكلمات الايجابيه دي بتعيشك في طاقه مريحه، في طاقه بيبقى جواك دافع كبير جدا ان انت عايز تكمل، ان انت عايز يعني تنطلق في تحقيق الهدف وبشكل ايجابي وبشكل مقبل على الحياه. لو انا مثلا بقول لنفسي العكس بقى، بقول لنفسي كلمات سلبيه: لا انت حد مش منتج، انت حد مش كويس، مهما تعمل انت مش هتنجح، انت مش قدها، انت حد ضعيف، انت حد، وهكذا. الكلمات السلبيه دي بتحبطك، بتخليك ترجع 20 خطوه ورا، ما انتش قادر تقوم ولا تنفذ اي حاجه في حياتك. عامله زي ايه بالظبط؟ الكلمات اللي انت بتقولها لنفسك عامله بالظبط زي الاكل الصحي والاكل الغير صحي. انت بتاكل اكل صحي فانت حاسس ان معدتك مستريحه وان انت ما عندكش اي امراض. لكن لو انت اكلت اكل غير صحي فهتحس ان انت تعبان من الاكل الغير الصحي ده. او لو انت اكلت اكل بايظ، الاكل البايظ ده هتخليك ترجع، هيجيلك اسهال، هتحس ان انت جسمك مش مستفاد من اي عناصر غذائيه، وبالتالي هيبقى عندك نقص فيتامين وانيميا وهكذا. فبالظبط تاثير الكلمه عليك كده بالظبط زي الاكل، لانك انت بتدخل عقلك كلمات ايجابيه، فعقلك بيتغذى عليها، وبتدخل بطنك اكل، بطنك وجسمك بيتغذى على الاكل بالظبط كده. طيب اعمل ايه عشان اتحكم بقى في الفكره الايجابيه، وان انا يعني طول الوقت ابقى ببني نفسي وببني عقلي وبدخل لعقلي على طول افكار ايجابيه؟ لان انا لما بدخل عقلي على طول الوقت افكار ايجابيه، تفكيري بالتالي هيبقى اهدى وهيبقى حكيم جدا وحياتي هتبقى طيبه. مهم جدا ان انا اعرف اتحكم في الفكره. طيب اعمل ده ازاي؟ يعني مفيش مخلوق على وجه الارض يقدر يأثر عليك الا باذنك انت. لو انت يعني اديت اذن للكلمه اللي بتتقال من خلال الاشخاص اللي حواليك او من خلالك انت شخصيا، ان انت تخلي عقلك او تدي اوردر لعقلك انه ياخد الكلمه ويتبناها ويفكر فيها ويتاثر بيها، ومشاعره تدخل في المشاعر والمشاعر وتتاثر بيها، وبالتالي تتحط بالفعل او تتحط في الفعل عندك، انت بكده يعني سمحت للاجواء المحبطه وللاجواء السامه تبقى محاطه بيك، لانك انت اللي سمحت للفكره انها تعمل ده. اتحكم في ده ازاي؟ ان انا اول حاجه اي فكره سلبيه جاتني سواء مني انا شخصيا او من اي طرف من بره، اخد الكلمه دي واقعد اقول لها تعالي، واحطها اكتبها في ورقه. طب هي الكلمه دي اتقالت ليه؟ طب ايه المقصود بيها؟ طب هو يقصد ايه؟ طب ما يمكن نيته كذا، طب ما يمكن اكتب.
طب هو المفروض كنت اعمل ايه في الموقف ده؟ طب كان المفروض ارد ازاي؟ طب انا لو كنت رديت كذا كان هيحصل ايه؟ تكتب، اكتبوا الحاجات دي. لو انت عملت كده صدقني هتقدر كويس جدا انك تتخلص من الفكره السلبيه وتبقى اهدى. يعني حتى مشاعرك وانت بتكتب هتبقى هتهدى، لان الكتابه بتاثر تاثير ايجابي جدا على الجسم. مش معنى كده ان انا بقول ان انت بتحجم العقل وبتخليه ما يفكرش في السلبي خالص، لا عادي، خلي عقلك يفكر في السلبي، بس انت المتحكم، انت المسيطر على السلبي ده، انت اللي قادر تشوف الفكره رايحه فين وجايه منين وهتعمل ايه وليه اتعملت او ليه اتقالت والمفروض كنت اعمل ايه. انت كده المسيطر، لكن ما تخليش الفكره هي اللي توديك وتجيبك، او ان انت عمال تفكر تفكير عشوائي ففي شوشره كتير في عقلك. ما تسمحش للفكره انها تعمل فيك كده، لا، خطط، خطط، فكر. وانت بتخطط التخطيط ده هيقلل من الشعور بالاحساس بالالم. عشان اتخلص برضو من تاثير الكلمه السلبيه عليا او الفكره السلبيه عليا، لازم يكون عندي يقين كبير جدا بربنا، بان هو المتولي الامور، بان هو مدبر الامر، بان ان شاء الله الخير جاي. يعني خليك دايما عندك حسن ظن بالله، ده مهم جدا جدا جدا، في ان مشاعرك هتهدى، بان انت هتحس ان انت عندك حد متولي امورك، والله يعني لما بيدبر الامر بيدبرها بابداع. هي دي تبقى قناعتك، ومش كلام بس، لا، انا مقتنع جدا، بقول الكلام ومقتنع بيه تماما وحاسس بيه، لان الانسان روح وعقل وقلب ومشاعر واحاسيس وعقل بيفكر، فانا لازم الكلام ده والاقتناع ده يدخل في كل الحاجات دي، مش مجرد ان انا بردد الكلام وخلاص. مهم جدا تعمل ده. كمان مهم جدا علشان تتخلص من الافكار السلبيه، انك انت تنظر لنفسك منظور ايجابي، وانك دايما انت شايف نفسك ان انت حد مكرم من الله، وانك دايما شايف نفسك ان انت قد الدنيا دي كلها. مش غرور قد ما هو ثقه بالنفس، انت واثق من نفسك ان انت حد مميز، وبالتالي محدش هيقدر يقلل مني، او انا نفسي قويه وهقدر على اي تحدي او على حل ومواجهه اي تحدي في حياتي، انا قدها. تكون عندك قناعه كبيره جدا بده، لانك انت لو حسيت ان انت قليل وحسيت ان انت او يعني مش قادر، منهك ومش قادر لا، ما عندكش اي قوه او ما عندكش اي ميزه او ما عندكش اي مناعه او صلابه نفسيه لمواجهه تحديات الحياه، ده هيأثر عليك بالسلب كتير. لازم ان انت تقوي مناعتك النفسيه بكلامك الايجابي والطبطبه على نفسك ومكافاه نفسك، والمنظور يكون ايجابي جدا لنفسك، وانك تحترم نفسك، تبص لنفسك بنظره احترام، وتتكلم دايما عن نفسك باحترام شديد، وتحافظ على التكريم اللي ربنا كرمه، لانك انت لو ما حافظتش على التكريم ده مفيش حد هيحافظ على التكريم ده، لانك انت النظره الدونيه اللي انت هتبصها لنفسك هتوصل للناس او هتوصل للمحيط اللي انت بتتعامل معاه، وبالتالي انت يعني هم هيبصوا لك زي ما انت باصص لنفسك بالظبط. لو انت باصص لنفسك نظره دونيه هم باصين لك بنفس النظره. دي حقيقه علميه، ودي طاقه بتوصل للناس، فبالتالي انت لازم، او بناء عليه انت لازم تبص لنفسك بنظره كلها فخر، وبنظره كلها ان انت قد كل تحدي، وان انت قد الدنيا دي كلها، وان انت مش اقل من اي حد، وممكن توصل للنجاح طالما اي حد وصل للنجاح ده انت ممكن توصل وانت قدها، وانت حد مكرم. بالتالي كل اللي انت النظره دي كلها هتوصل للي قدامك غصب عنه، دي طاقه بتوصل. اخر حاجه انا عايزه اتكلم فيها هو ان انا ازاي ادرب نفسي ان انا دايما اتبنى الفكره الايجابيه، وان انا دايما يعني ابقى يعني اللي هو ايه، مستعد تمام الاستعداد، مش كلام وخلاص. انا فعلا اوريدي كده انا مستعد لاي فكره سلبيه تجيني واقدر ان انا اتقبلها. ازاي ادرب نفسي على ده، ان انا اتقبل السلبي وان انا اتبنى دايما الايجابي؟ هقول لك ازاي. ادرب نفسك. طبعا انا مش هنام اصحى من النوم الاقي نفسي خلاص انا بقيت حد ايجابي واو وزي اي حد بيقدر يستقبل السلبي ويقدر ان هو يتعامل مع الفكره السلبيه. لا، لازم تدريب، والتدريب دوت اهم حاجه في التدريب الاستمراريه والعزيمه
وان انا مصمم ان انا عايز اتدرب على ده، لانك انت لو ما عملتش كده، لو ما ساعدتش نفسك محدش هيساعدك. فلازم ان انت تتبنى فكره ان انا هدرب نفسي على ان انا ازاي اكون دايما بفكر بشكل ايجابي، بان انا دايما يعني ادي نيه حسنه، وان انا افكر دايما في نص الكوبايه المليان، وافكر دايما بان يكون في حسن ظن بالله. وادرب نفسي يعني لمده 21 يوم ان انا اقول لنفسي كلام ايجابي على طول لمده 21 يوم، وان انا ادمن حاجه اسمها ايجابيه. مش معنى كده ان انا طول الوقت انا في ايجابيه على طول وامنع نفسي من التفكير في الحاجات السلبيه، لا، انا ما قلتش ده، لا، انا قلت ان انا اخطط. يعني ما اخليش الفكره السلبيه مسيطره عليا طول الوقت، لا، انا اللي اسيطر عليها. وده بالتدريب، ان انا ادرب نفسي دايما لما انا مثلا انا لقيت الفكره السلبيه جاتني وحسيت بمشاعر دي مثلا، او حسيت ان انا منهك وطاقتي مش قادر، على طول اروح قايم عامل اي حاجه، اتوضى، اصلي، اسمع مزيكا، اخرج. المهم اول ما تجيلي الفكره السلبيه اهرب منها بان انا مش الوقت كله هفكر فيكي، استني شويه هفكر فيكي بعدين. انت تقول لعقلك كده، تقول لنفسك كده، استني شويه هفكر فيكي بعدين. حتى ممكن انت تكتبها في ورقه، يعني انت تكتب الفكره السلبيه اللي جات لك دي في ورقه، وتقول انا هفكر في الفكره دي بعدين، وتحطها. يعني اقصد ايه؟ اقصد ان انت لازم تحدد وقت معين للتفكير في الشيء السلبي. انا مش ما بقولكش ان انت لا خلاص بقى تكبر دماغك وتقول الله الدنيا جميله وانا مفيش اي حاجه وانا مبسوط وانا كويس وتخرج وتهيص لا، اخرج وتفسح واشتغل وروح وتعالى واهرب من الفكره السلبيه، بس لازم يكون لها وقت، في وقت معين، وما يكونش وقت النوم او قبل وقت النوم، لا، قبل ساعات النوم بكتير، يعني مثلا قبل ساعات النوم بثلاث ساعات. لان لازم مهم جدا قبل النوم بحاجات بسيطه، يعني لازم تقرا كتاب، لازم تقرا قران، لازم يعني ممكن تكلم حد انت بتحبه، انت مثلا تسمع فيديو لاي حد انت بتحبه، تسمع مزيكا هاديه. دي الحاجات اللي تعملها قبل النوم. ليه؟ علشان العقل بيبني افكاره على اخر موقف هو عايشه، ما تعيش عقلك في موقف خنقه وضيق و... وعصبيه، وبالتالي لما تيجي تنام العقل اللاواعي مش هينام، لانه كده انت يعني دخلت له افكار سلبيه، فمش هينام، هيفضل يشتغل عليها طول اليوم، فهتقوم منهك وما عندكش اي طاقه انك تشتغل. فلا، خلي الفكره السلبيه زي ما احنا قلنا اكتبها في ورقه، ان انا هفكر في الفكره السلبيه دي بس في الوقت المحدد ليها، والوقت ده يكون قبل النوم بساعات طويله. اقعد وهات الفكره دي بعد ما انت كتبتها على الورقه، واقعد في وقت معين كده ان انت فكر في الفكره السلبيه دي، هتلاقي نفسك ان انت بتفكر بشكل هادي، ومشاعرك بقت اهدى من الاول بكتير، فبالتالي انت هتفكر بحكمه. ولما تفكر بحكمه اكيد هتوصل للي انت عايزه بشكل مش متوقع اساسا. يعني انت ما كنتش متوقع ان انت هتلاقي حل كبير كده. ما هو انا مش طول الوقت انا هقعد افكر في الفكره ان انا عندي مشكله، انا عندي مشكله، لا، ما هو انا عندي مشكله وعايز الحل. طب ايه الحل المشكله؟ لازم افكر برضو ايه حل المشكله. طب ايه حل المشكله؟ ما عشان اهدى. لو انت تبنيت كل الخطوات دي ودربت نفسك عليها كويس جدا، صدقني هتوصل لمرحله اهدى، ومرحله حكمه اكتر، وخلايا المخ عندك هتبقى هتشتغل بشكل احسن وبشكل اروع، وبالتالي حياه طيبه وحياه اروع. اتمنى لكم كل الخير وبتمنى لكم كل السعاده، وان شاء الله اشوفكم في فيديو قادم بكل الحب. باي باي.